عين الاعتبار وانت بتتفرج على الكوره ان العيال دي زي ما تقول كده بالبلدي اغلبهم. شكرا للزميل حسين ياسين. حضرات الساده المشاهدين اهلا ومرحبا بكم. انت عندك كاس العالم اهو شغال، تبص بقى اللعيبه بقى يقعد يعمل الحركات دي، واحد عامل تسريحه وعامل نظام والتاتوهات ومش عارف ايه والكلام ده. واحد كان رايح يعمل شغل فلقوا على ايديه تاتوهات كتير، فقعدوا يسالوه في المقابله هو انت منين؟ قالوا على عيلته والمنطقه اللي هو نشأ فيها، وكانوا مقلقين منه رغم ان هو كان شخص كويس جدا جدا جدا. انجليزي على فكره. قصدي اقوله ايه؟ ان نظره المجتمع كانت لواحد بتاتوهات وشكل ستايل معين ان نظرته ان هو مثلا بني ادم مش جدير بالاحترام يعني، او طبقه مثلا مش كويسه. يعني نيوزيلندا دي ما عندهمش شمس، تلاقي كلهم في خدهم بيضه، تلج تلج تلج. فانا بقول لك ان لعيبه الكوره اغلبهم من الطبقات دي، فاهم؟ يعني مثلا كاكا ده كان من طبقه عاليه، بص تلاقيه مش عارف شعره مش عارف ايه ومحترم كده ومهندم وبتاع. لعيب مثلا في مصر ابو تريكه محترم وبتاع مش عارف محترم إيه. لان انا بصراحه بقيت اشوف ناس كتير وممثلين ومغنيين وبيعملوا تاتوهات مش حلوه صدقني.